ايه الجديد في iOS 18؟ ابل اعلنت رسميا عن نسخه جباره من نظام التشغيل بتاع الايفون في المؤتمر بتاع المطورين WWDC 2024 بمزايا رائعه، وفي الحقيقه في شويه تفاصيل كتير. ففي الفيديو ده هنتكلم عن جزئين اساسيين. الجزء الاول المزايا الجديده بتاعه iOS 18، وايه هي الاجهزه اللي هينفع ننزل عليها نظام التشغيل iOS 18. فنبدا برقم واحد، ايه هي اهم المزايا اللي نزلت في iOS 18؟ اولا تغييرات ليها علاقه بالتصميم او الشكل العام بتاع iOS. في iOS 18 دلوقتي تقدر تغير التنظيم وشكل الايقونات بتاعه التطبيقات، يعني مش مرتبط بالشكل ان الايقونات تبقى لازم تبقى ورا بعض، لا ممكن تخلي شويه فوق في الشاشه وشويه تحت عشان مثلا تكون الخلفيه واضحه. وكمان لما بتخلي الايفون على الدارك مود لون الايقونات كلها بيتغير. مش بس كده، انت ممكن كمان تغير اللون بتاع الايقونات للون انت بتحبه او لون يبقى لايق على الشكل بتاع الخلفيه. فبكده هيبقى متاح ليك 3 اشكال للايفون او 3 اشكال للايقونات: الشكل العادي للايقونات او شكلها في الدارك مود او لون معين انت بتفضله. حاجه تانية ليها علاقه بالتصميم، تعديل مهم في الكنترول سنتر او مركز التحكم. قبل كده مركز التحكم كان فيه شويه ايقونات بتوصلك لشويه مزايا معينه، زي مثلا انك تفتح الواي فاي وتقفله، تفعل وضع الطيران وهكذا. الجديد في iOS 18 ان في قوائم جديده اتضافت على مركز التحكم، زي ايه مثلا؟ قائمه خاصه بالميديا، يعني مثلا لو مشغل حاجه من سبوتيفاي هتظهر عندك بالشكل ده. في قائمه خاصه برنامج الهوم، والبرنامج ده خاص بالناس اللي بتستخدم السمارت هوم، يعني دلوقتي تقدر مركز التحكم تفتح باب او تقفله وتشغل تكييف وهكذا. بس اجمد ميزه ضافوها في الكنترول سنتر او مركز التحكم علامه الزائد او البلس اللي موجوده فوق دي. بمجرد ان انت بتدوس عليها بيفتح لك حاجه اسمها الكنترولز جاليري، دي فيها لسته طويله عريضه من المزايا او الخصائص اللي انت ممكن تضيفها على مركز التحكم. كمان بقيت تقدر تعمل ريستارت او تقفل التليفون بتاعك من الكنترول سنتر، والموضوع ما بقاش حكر بس على الزرار بتاع الباور. بالنسبه للتصميم كمان بقيت دلوقتي تقدر تغير الايقونات او البرامج اللي موجودين على اللوك سكرين، اللي هو الايقونه بتاعه الفلاش والايقونه بتاعه الكاميرا، تقدر دلوقتي تستبدلهم باي برامج تانية حابب توصل لهم بسرعه. ثانيا الخصوصيه، ابل نزلت في iOS 18 ميزه جديده مهمه جدا. الميزه دي عباره عن ايه؟ انت لما بتدي الايفون بتاعك لاي شخص، سواء الشخص ده كبير او طفل صغير، بتكون قلقان ان الشخص ده يفتح مثلا الصور بتاعتك او اي حاجه خاصه بيك، ولو كان طفل بتكون خايف ان هو يفتح اي برنامج سوشيال ميديا، يطلعك لايف، يمسح اي حاجه من الايفون بتاعك. فالميزه دي بتقدر تخليك تقفل اي برنامج موجود عندك على الايفون ببصمه الوجه او الفيس اي دي. فبمجرد ان الشخص ده يحاول يفتح التطبيق هتظهر له رساله ان هو عاوز الفيس اي دي. مش بس كده، ده كمان اي معلومات ليها علاقه بالتطبيقات المقفوله دي مش هتظهر في اي مكان تاني. يعني مثلا انت لو قافل البرنامج بتاع الفيسبوك مش هتلاقي اي اشعارات بتيجي من الفيسبوك، مش هتلاقيه بيظهر في السيرش، مش هيظهر في اي مكان على الايفون. كمان لو عاوز تخفي اي تطبيق لاي سبب تقدر تعمل كده بسهوله. التطبيق ده بتنقله لمجلد او فولدر اسمه هيدن، وبرده التطبيقات اللي فيه ما بتفتحش الا بالفيس اي دي او بصمه الوجه. ثالثا تطبيق الرسائل، ضافوا ميزه جديده في التطبيق ده. انت دلوقتي تقدر تبعت رساله توصل في ميعاد معين، بمعنى انك مثلا عاوز تبعت رساله لواحد صاحبك في عيد ميلاده، عاوزها توصل له الساعه 10 الصبح. كل اللي هتعمله ان انت تكتب الرساله وتحدد الميعاد، والرساله هتتبعت لوحدها في الوقت اللي انت حددته. وكمان شويه تعديلات ليها علاقه بالفونتات وشكل الكتابه، تقدر تخلي جزء من الرساله يكون بولد، ممكن تخلي فيه خط تحت الكلام، وكمان في شويه انيميشن وحركه ممكن تضاف على جزء معين في الرساله بتاعتك. ميزه كمان مهمه جدا جات للتطبيق بتاع الرسائل، انك تقدر دلوقتي تبعت رسائل عن طريق القمر الصناعي، ودي تقدر تستخدمها لما ما بيكونش عندك اتصال بشبكه الموبايل او اتصال بالواي فاي، فبتقدر توصل ايفونك بالساتلايت وتبدا تبعت وتستقبل رسائل من اي حد. طبعا الميزه دي متوفره في ايفون 14 او اعلى، وبرده متوفره لدول معينه مش لكل الدول في العالم. رابعا تطبيق الصور، وده من اهم البرامج اللي موجوده على الايفون وحصل فيه تغيير كبير جدا. يعني مثلا احنا طول النهار بناخد سكرين شوتس على الايفون، طيب افرض انا في وقت معين انا عاوز اخفي السكرين شوتس دي واتفرج على الصور بتاعتي بس. كل اللي هتعمله هتستخدم الميزه الجديده بتاعت فلتر، وهتشيل السكرين شوتس، هتقدر تتفرج على الصور بتاعتك من غير اي دوشه ملهاش لازمه. طبعا انت كده ما مسحتش السكرين شوتس، انت بس عملت فلتر، فهي مش ظاهره في الشكل اللي ظاهر قدامك دلوقتي. ميزه تانية مهمه جدا اسمها الكولكشنز او المجموعات. الميزه دي بتنظم الصور بشكل رائع. طيب الميزه دي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي بالظبط؟ لما بتسحب الصور لفوق كده بتلاقي الايفون مقسم الصور بتاعتك على حسب شويه حاجات، مثلا مجموعات مسميها ريسنت دايز، هتلاقيه في المكان ده مقسم لك الصور. هتلاقي مثلا الصور اللي انت صورتها امبارح في مجموعه مع بعض، الصور اللي انت صورتها اول امبارح في مجموعه تانية، وطبعا ما فيهاش الصور اللي ملهاش لازمه. يعني مثلا لو مصور شويه فواتير هو فاهم ان دي مش صور مهمه بالنسبه لك، بيعمل لها فلتر وما بيظهرهاش في المجموعه دي. هتلاقي كمان في مجموعات تانية متقسمه على حسب الاشخاص. تطبيق الصور بيتعرف على الاشخاص اللي موجودين معاك في الصور، فلما بتصور مع واحد صاحبك فهو بيظهر لك صوره الشخص ده، لو دوست عليها بيجيب لك كل الصور اللي فيها الشخص ده. كمان هتلاقي مجموعات متقسمه على حسب
السفريات بتاعتك. يعني كل سفريه هتلاقيها متجمعه في مكان واحد. سافرت مثلا اسكندريه، هتلاقي صور اسكندريه دي موجوده في مجموعه واحده. الفكره بشكل عام في الميزه بتاعت الكولكشنز او المجموعات دي ان هو بيقدر يخليك توصل لصوره انت عاوزها بشكل سهل. فمش شرط عشان تبقى عاوز صوره تقعد تدور في 10000 او 20000 صوره. الكولكشنز هتخليك توصل للصوره دي بشكل سريع جدا. خامسا نيجي لاهم حاجه حصلت في المؤتمر فعلا، وهي المزايا بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي نزلت تقريبا في كل حاجه في الايفون. ابل اطلقت اسم على المزايا الجديده بتاعتها بدل artificial intelligence، سميته الابل انتليجنس. فما علينا من المسميات، خلينا نعرف ايه هي المزايا الجديده. الايفون دلوقتي بيقدر يتعرف على الاشعارات اللي موجوده عندك، ايه المهم منها وايه اللي مش مهم، وبيبدا يرتبهم على حسب الاهميه. يعني مثلا لو جاي لك رساله من واحد صاحبك او جاي لك ايميل مهم، دول دايما بيخليهم في الاول. دلوقتي تقدر تستخدم خاصيه جديده اسمها ريديوس انتربشن. الخاصيه دي بتخلي الايفون ما بيبعتلكش الا الاشعارات المهمه. اي اشعارات هو بيشوفك انت بتستخدمهاش او ما بتفتحهاش هو ما بيظهرهاش تماما. كمان الاي اي بيقدر يتعرف على الاشخاص اللي موجودين عندك في التطبيق بتاع الصور، وبيخليك تقدر تستخدم الصور دي بشكل لطيف لما بتيجي بتتكلم مع الاشخاص دول. يعني مثلا لو عاوز تقول لواحد صاحبك كل سنه وانت طيب، تقدر دلوقتي عن طريق مثلا تطبيق زي تطبيق الرسائل ان انت تبعت له صوره بالاي اي علشان عيد ميلاده. الجميل كمان ان الميزه دي هتلاقيها موجوده في تطبيقات كتير زي النوتس، زي البيجز، زي برامج تانية كتير. نروح لتحديث مهم جدا حصل لسيري. طبعا معظم مستخدمين الايفون عارفين ان سيري ما كانتش تعتبر مساعد شخصي بالمعنى الحقيقي. يعني اخرك انك تطلب منها ان هي تتصل بحد او حاجات بسيطه جدا، وفي الغالب كانت بتعملها غلط. دلوقتي انت بقيت تقدر تكلمها بشكل طبيعي جدا، بتقدر تكلمها في اي موضوع، هي بتكون فاكره الموضوع ده. لما بتكمل معاها كلام في الموضوع ده مش محتاج ان انت تبدا من الاول. ممكن كمان دلوقتي تسالها عن حاجه معينه انت عاوز تعملها على الايفون، بمجرد انت تشرح لها اللي انت عاوزه هي بتبعت لك الخطوات اللي انت تعملها. يعني مثلا تقول لها انا عايز ابعت رساله لشخص معين وتوصل في وقت معين، هتلاقيها بتجيب لك الخطوات اللي تخليك تعمل كده. كمان دلوقتي انت لو في اجتماع ومش قادر تديلها اوامر صوتيه، ممكن تضغط على الشاشه ضغطتين فتقدر تديلها امر كتابي وهي تنفذه. في التحديث الاخير كمان سيري بقت بتقدر تتعامل مع الحاجات اللي قدامها على الشاشه. يعني مثلا لو واحد صاحبك باعت لك لوكيشن او عنوان معين، تقدر تقول لها يا سيري ضيفي العنوان ده في الكونتاكت بتاع صاحبي ده. كمان سيري بتقدر تاخد اوامر معقده من كذا برنامج مع بعض وبتقدر تنفذهم بشكل رائع. زي مثلا انت تقول لها انا عاوز الصور بتاعتي وانا في نيويورك وانا لابس الجاكيت اللي لونه بينك، فبتروح وبتجيب لك كل الصور. وبعد كده تقول لها انا عايز شويه تعديلات في الصوره دي، فبتعدلها بالشكل ده. وبعدين تقول لها خدي الصوره دي وحطيها في ملف معين موجود في النوتس. فبتلاحظ ان هنا سيري نفذت كذا امر ورا بعض في برامج اصلا مش مفتوحه، هي خدت القرار وفتحتها ونفذت الاوامر اللي انت قلت لها عليها. يعني لو داخل على موقع مثلا وهو طالب البيانات بتاعتك، تقدر تقول لسيري روحي هاتي الباسبور بتاعي وطلعي البيانات واملي الفورم دي. اضافه كمان جديده ومهمه جدا وهتنقل سيري في منطقه تانية، وبالتالي هتنقل استخدامك لمنطقه تانية. ان هم عملوا دمج ما بين سيري وتشات جي بي تي، او سيري بقى ليها القدره ان هي بتدخلك على تشات جي بي تي مباشره. يعني مثلا لما تسال سيري اي سؤال، ممكن هي تقترح عليك تقول لك تحب اسال تشات جي بي تي، وهي بتسالك عشان تبقى عارفه ان البيانات بتاعتك بتطلع لطرف ثالث. ممكن كمان تحط صوره وانت بتسال سيري. يعني على سبيل المثال انت ممكن تبعت صوره البلكونه بتاعتك وبتقول لها انا عاوز اقتراحات لزرع احطه في البلكونه دي، فسيري بتاخد الصوره دي وبتبعتها لتشات جي بي تي وبترجع لك بالاجابات والاقتراحات المناسبه للسؤال بتاعك. الخلاصه ان سيري هتبقى فعلا مساعد شخصي تقدر تعتمد عليها في الروتين اليومي بتاعك. نيجي لادوات الكتابه الجديده في الاي اي. تقدر طبعا تكتب اي ايميل او تكتب المحتويات بتاعته، وبعد كده تطلب من الاي اي ان هو يعيد الصياغه بتاعته وتقول له لو سمحت انا ببعته لواحد صاحبي، فبيخلي الصيغه فريندلي. او عاوز تكتب الايميل ده ايميل شغل، فيبقى الصيغه اللي رايحه بيه صيغه رسميه، وهكذا. ممكن كمان لو جاي لك ايميل طويل وانت ما عندكش وقت علشان تقراه، لو دوست على زر السمرايز هيلخص لك اهم النقط اللي جت في الايميل ده. ضافوا ميزه جديده اسمها جينموجي. طيب الميزه دي عباره عن ايه؟ دلوقتي انت لو بتتكلم مع اي حد وعاوز تبعت له ايموجي هي مش موجوده عندك في التليفون، جه في دماغك اي فكره معينه، فكل اللي انت هتعمله هتكتب للاي اي الشكل اللي انت عاوزه يتبعت للشخص ده، وهو يعمل لك في ثواني حاجه خاصه بيك طبقا للكلام اللي انت كتبته له. نروح لاضافه جديده مهمه جدا اسمها الايمج بلاي جراوند. الميزه دي بتخليك تقدر تعمل صور بالاي اي في ثواني، والميزه دي هتلاقيها موجوده جوه البرامج بتاعه الايفون. طيب الميزه دي بتشتغل ازاي؟ مثلا لو انت في دماغك فكره معينه، بتدخل نص كتابي
الميزه بتاعه البلاي جراوند، وهي بتبدا تصمم لك الصوره اللي انت طلبتها، فهتلاقي في ثواني الصوره طلعت وتقدر تبعتها لاي حد من صحابك. هم كمان عملوا تطبيق مستقل اسمه الايمج بلاي جراوند، تقدر تدخل على التطبيق ده وتصمم الصور اللي انت عاوزها، عاوز تشيرها على السوشيال ميديا، عاوز تبعتها لاي حد من صحابك، مفيش اي مشكله. كمان دلوقتي في تطبيق النوتس تقدر تحول اي سكتش انت كنت راسمه بايدك لصوره معموله بالاي اي، وده عن طريق اداه جديده اسمها الايمج واند. كل اللي هتعمله ان انت هترسم دايره حوالين السكتش ده وتسيب الاي اي هو يتعامل مع الموضوع ده. كمان تحديث واضافه مهمه جدا، نزلوا ميزه جديده في التطبيق بتاع الصور اسمها الكلين اب. الميزه دي هتخليك بسهوله جدا تقدر تشيل اي عنصر ملوش لازمه موجود في اي صوره. واخر ميزه مهمه جدا جت للتطبيق بتاع الفون، دلوقتي انت تقدر تسجل المكالمات من على الايفون بتاعك مباشره، وعن طريق الاي اي تقدر تحول الكلام بتاع المكالمه ده لنص كتابي، ولكن لحد دلوقتي العربي مش مدعوم. والنقطه الثانيه ان هو بيعرف الشخص الثاني ان المكالمه بتتسجل حفاظا على الخصوصيه. في خبر كمان مش لطيف قالوه في المؤتمر، ان في مزايا كتير من مزايا الذكاء الاصطناعي مش هتكون شغاله الا على الايفون 15 برو ماكس او اي جهاز عليه البروسيسور بتاع M1 لحد الام 4، يعني كل الماكات والايبادات اللي فيها البروسيسور بتاع ابل سيليكون. نيجي للجزء الثاني، ايه هي الاجهزه المدعومه او اللي هينفع ينزل عليها الاي او اس 18؟ الاجهزه دي هي الايفون اس اي السكند جنريشن او اعلى، الايفون اكس ار، الايفون اكس اس واكس اس ماكس، وانت طالع لحد الايفون 15 والايفون 16. وده طبعا كان غير المتوقع، كان في ناس كتير متوقعين ان الاكس اس والاكس اس ماكس هيكونوا بره، لا هم برضو هينزل عليهم التحديث الجديد بتاع اي او اس 18. بس كده يا ريت تقول لي في التعليقات ايه اكتر ميزه عجبتك في التحديث الجديد بتاع اي او اس 18.